السلام عليكم. جربتوا قبل كده الكنافة اللي بتدوب في البق؟ النهاردة بقى هنعمل مع بعض الكنافة من غير شربات، وتقدروا كمان تتحكموا في كمية السكر زي ما انتوا عايزين. هنعمل مع بعض احلى كنافة مسقية باللبن بطريقة جديدة وطعم خرافة، والاحلى كمان ان هي سهلة وسريعة وهتطلع معاكوا زي المحلات بالظبط. تابعوا معايا الفيديو للاخر علشان تعرفوا السر اللي بيخليها بالشكل ده. يلا بينا نبدأ ونسمي بسم الله. هنحتاج ربع كيلو من الكنافة اللي انا مستخدماها دي كنافة صبحة، يعني لسه شارياها. ممكن تجيبوا الكنافة وتحطوها في الفريزر وتسيبوها تجمد وبعدين تطلعوها تفركوها بايديكوا، او تستخدموها صبحة زي ما انا مستخدماها كده، تقطعوها بمقص او بايديكوا. وهنضيف عليها معلقتين كبار من السكر البودرة، ونقلب السكر كويس جدا مع الكنافة، ونضيف عليهم نص كوباية من السمنة السايحة، ونقلب كويس لحد ما السمنة تدخل جوه الكنافة. هنحتاج بقى صينية مقاس 28 مدهونة بالسمنة كويس جدا، ونبدأ نفرد فيها الكنافة ونضغط عليها ونكبسها كويس جدا بايدينا. ممكن بايديكوا او بصينية او حتى بكوباية، المهم نكبسها كويس جدا. لو حابين تحشوها باي مكسرات عادي جدا على فكرة مفيش اي مشكلة. هتقسموا الكنافة لنصين. بعد ما ندهن الصينية بالسمنة كويس جدا، هنبدأ ان احنا نحط نص الكنافة وبعدين الحشوة وبعدين النص التاني من الكنافة. تضغطوا عليها كويس جدا وتكبسوها كويس اكنكم بتعملوا كنافة عادية جدا. اهم حاجة تضغطي عليها كويس جدا، وانتي بتضغطي بايديكي تكوني حاسة ان الكنافة كلها متساوية. لو لقيتي حتة عالية لا، ابدأي ظبطيها بايديكي. وهنحتاج ربع كوباية من السمنة السايحة نحطها على وش الكنافة من فوق، ونوزع السمنة بالفرشة زي ما انتوا شايفين كده على كل الكنافة من فوق، ونكبسها كويس جدا بايدينا، ونتأكد ان مفيش حتة عالية وحتة واطية، يعني الكنافة تكون متساوية في الصينية كلها. وندخلها فرن مسخن مسبقا على حرارة 200 في الرف الأوسط، ولو في مروحة ممكن نشغلها توزع الحرارة في الفرن. بتقعد حوالي 25 دقيقة ل30 دقيقة في الفرن. بعد ما بندخل الكنافة في الفرن بنعمل التشريبة بديل لشربات. هنحتاج نص كيلو من اللبن، عليه معلقتين كبار من السكر، ومعلقة كبيرة من الكاستر. معلقة الكاستر اللي احنا حطيناها دي هتودي طعم التشريبة في حتة تانية. هنديلهم كده تقلبتين على البارد ونرفعها على نار متوسطة لحد ما تاخد غلوتين 3 معانا، ونرفعها من على النار. كده التشريبة جاهزة معانا. اول ما الكنافة تخرج من الفرن نسقيها بالتشريبة. هتاكلوا احلى كنافة كلتوها في حياتكم. طعمها تحفة بجد، لان هي هتكون خفيفة شاربة من اللبن وطعمها خطير. الناس اللي بتحب الكنافة من غير سكر كتير، هنا بقى تقدروا تتحكموا في كمية السكر اللي انتوا عايزينها. ممكن اصلا الناس اللي مش بتحب السكريات الكتير تعملها من غير سكر عادي جدا، وخفيفة على المعدة، وطعمها حلو وجميلة جدا وطرية ومقرمشة، يعني ميكس كده خطير. وبكده نكون خلصنا احلى كنافة مسقية باللبن. جربوها وقولولي رأيكم في الكومنتات لو عجبتكم. ولو عندكم اي افكار او وصفات تانية اكتبولي في الكومنتات وانا هعملها معاكم. ما تنسوش اللايك وتشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس علشان تشوفوا الوصفة الجاية، فيها سر مش هتصدقوه. استنوني. مع السلامة يا حلوين.